نصيحة أخذت لي دونر يكون حذر من هذا الشيء. صار في انقلاب في تركيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. كيف حالكم؟ طيبين؟ معكم أحمد سليمان، حياكم الله في قناتي. طبعا يا جماعة الخير، زي ما شفتوا في عنوان الفيديو، تجربة عيش يوم كامل ب10 ريال سعودي في اسطنبول، وبنشوف الأسعار كيف. حنزور أماكن سياحية بس ب10 ريال سعودي، بس ب10 ريال سعودي. أدري تستغرب من هذا الشيء، بس حنسوي التجربة هذه وحتشوف بعينك. أول شيء خلينا نفطر فطور حلو كذا من المطعم. زي ما انتم شايفين هذه هي فطوري، شاي وبوريك سادة. هذه عبارة عن فطيرة سادة، إجمالي 5 ليرات صاروا، يعني تقريبا ريالين سعودي. نحط البودر هذه. طبعا كل صباح أنا لازم آكل من هذا الفطيرة، شيء جميل. اللي يزور اسطنبول لازم يجرب هذه الفطيرة، بوريك سادة في المكان الجميل. يا سلام، اليوم الأجواء مشمسة جميلة بزاف، جميلة. طعم رهيب، ربي رهيب. طبعا حبايبي رايحين نقطع مشي 4 كيلومتر من مكان اللي أنا ساكن فيه لحد الساحل. الله يعين، الله يعين. مستمرين معاكم في التغطية. حين وصلنا في منطقة أقصراي. طيب حبايب قلبي، وصلنا ميدان بايزيد. طبعا هذه هي محل حافظ مصطفى، أشهر محل حلويات في اسطنبول، تركيا عامة. طبعا زي ما انتم شايفين هذا العمود اللي بناها الروم. قصة هذا العمود الحين اوريكم، قصتها طويلة. زي ما انتم شايفين هذه هي قصة شمبليطاش، عمود اللي بناها الروم. طبعا زي ما انتم شايفين هذا الباص حياخدكم جولة في اسطنبول. يا اخي المكان هذه اول ما تجيها تحس براحة نفسية. صراحة المكان جميل جدا، جميل. طبعا اللي يجي اسطنبول ويبغى فندق رخيص ابدا لا يجي منطقة سلطان احمد. منطقة سلطان أحمد يعتبر مكان سياحي، فلما تيجي تاخذ فندق ولا شيء تبغى تسكن، الأسعار هنا شوي غالية، فأتجنب من هذا المنطقة. روح منطقة يوسف باشا ولا روح أقصراي ولا أماكن ثانية أهم شيء. فلا تقرب من سلطان أحمد ولا منطقة التقسيم.
فاسعار نار نار نار. طبعا حبايبي اخذت لي واحد مويه عشان صح. المويه بليرتين والله، هنا في المنطقة هذه غالية فهمتوا؟ وفي العادة ليرة واحدة، بس هنا منطقة سياحية ليرتين. باقي لنا كم؟ تقريبا 13 ليرة. صرفنا 7 ليرات وباقي 13 ليرة. مستمرين في الصملة. طبعا حبايبي جينا حديقة جلهانة، حديقة مرة حلوة وجميلة. طبعا هذه الحديقة لازم تزوروه في الصيف، في الشتاء ما يصير. فالمكان هذه كله بيكون معبى ورود، وشكل الحديقة يكون حلو. المكان هذا جميل جدا، بعيد عن ضجيج الحياة وضجيج المدينة. لما بتجي هنا مع أصوات العصافير وهدوء المكان ترتاح نفسيا والله. طبعا هذه الحديقة بيسموه حديقة العشاق، حديقة جلهانة وحديقة العشاق، فأكثر الناس بيقولوا حديقة العشاق، بس الاسم عامة جلهانة. طبعا يا جماعة الخير الساعة 1:30 وانا جيعان، الجوع ألف. بروح ميدان تقسيم هناك ان شاء الله. برضو هنا كمان في مطاعم اكلات بحرية، هاي المنطقة كلها مطاعم اكلات بحرية. طبعا حنطلع من هذه الطلعة الى ميدان تقسيم، وربي ما فيني حيل امشي، تعبان صح. وصلنا برج غلطة. Emre. أخذت لي دونر شاورما تركي، اللي هي بالتركي دونر، اسمها دونر. جعت خلاص مرة، حطيت ما قدرت، كنت أكملها بالسميد بس ما صار. خلينا آكل لي دونر أحسن. بالعافية. في موية كمان لسه ما خلص. طبعا في نفس الشارع في سفارات أوروبية، وهذه السفارة الهولندية، وفي برضو ماركات منوعة في هذا الشارع، من ضمنها مانجو، زارا،
بولو، الشركات الماركات التركية برضو. زيارة خفيفة لطيفة في كنيستهم، فلا حد يجي يقول لي انت قلت مسيح ولا ايش. هذه الزيارة بس كذا ناخذ فكرة. طبعا زي ما انتم شايفين هذه هي ساحة ميدان تقسيم. بداية تقسيم تبدأ من هنا، وهذه هي ترامفاي التقليدي. طبعا زي ما انتم شايفين هذه هي تمثال مصطفى كمال اتاتورك، صورة جماعية طبعا. يا جماعة الخير، الناس اللي بيجي وبيسكن في ميدان تقسيم أنصح بيكون حذر من هذا الشيء، لأنه ميدان تقسيم في الليل وأنت طالع تشتري لك حاجة من مطعم ولا من بقالة ولا أي مكان، ففي عصابات يعني وأنت ماشي في الشارع بيجي يدفك بالكتف، فبيقول لك خير ان شاء الله وزي كذا من هذا الكلام. حيتجمع حولك كم شخص كلهم عصابة واحدة، فبياخذ منك الحاجات اللي معك، جوالات سواء اي شيء، جوالات، محفظة، فلوس، اي شيء. فانصحك تكون حذر في هذه المنطقة. مستمرين معاكم في التغطية. جينا منطقة الفاتح، شايفين المجسمات كيف؟ والله كأنها حقيقية، كأنها حقيقية، سبحان الله كيف مسوينها. يا جماعة الخير، قصة هذه المجسمات حقيقية. في 2016 في تاريخ 15 تموز صار في انقلاب في تركيا، والعساكر اللي سووا انقلاب كانوا متحكمين في هذا المبنى هذه اللي هي مبنى بلدية اسطنبول، فكانوا يطلقوا النار من هذا المبنى للشعب. فأصحاب المجسمات كانوا خايفين إنهم يموتوا بدون وضوء. طبعا يا جماعة الخير، الساعة الحين 7:30، باقي ساعة وربع على حظر التجول عندنا في اسطنبول، فما يمدينا أكمل الفيديو لنهاية اليوم لحد الساعة 12، فأخليها من الساعة 10 صباحا لحد الساعة 7:30. وأتمنى استمتعتوا في هذا الفيديو، صراحة حتى أنا استمتعت، وتجربة حلوة في نفس الوقت، يعني تعلمت فيها أشياء كثيرة وإنجاز في نفس الوقت. فأتمنى تدعموني في القناة وتنشروا القناة في كل مكان في الجروبات عندكم، تسووا لي لايك، اشتراك في القناة، تحط لي كومنت زي وجهك الحلو، ونشوفكم في المقاطع الجاية. See you. سلام.